سيدنا عبد الله بن عباس كان راكب الدبه زي ما انا قلت كده، راكب الدبه وجاء سيدنا زيد بيمسك له الركاب بتاع اللي بيحط فيه رجله يعني، بيمسكه له، فحب يحوشه من باب التواضع يعني، فقال له هكذا امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا، يعني انت من فراح سيدنا عبد الله بن عباس قبل يد زيد وقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فده يسمى احترام ولا غلو؟ احترام، يسمى احترام. الاحترام بيبقى في حدود المشروع. طيب الغلو بيكون فين بقى؟ فيما تعتقد. انت بتعتقد في الانسان ده شريك مع ربنا، ابن ربنا؟ لا. وذلك انا طالب مني اتكلم عن الاستغاثه برسول الله مثلا، يقول لك ما النبي حتى بيقولوا طيب وان سلمنا بقصه العتبي وانه جاء وارى الايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، مع ان الايه بترد على الصنف ده بالذات، يقول لك النبي مات خلاص، النبي مات، يعني ده الكلام ده وهو حي، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، يعني هنا جاءوك يبقى هنا وانت حي، يعني وانت حي. فالحق سبحانه وتعالى استعمل اسلوب الالتفات من المخاطبه الى الغيبه عشان يحل المشكله دي، عشان يقول لنا الاعتبار هنا ليس الاعتبار هنا في الاتيان للشخص المتعين بتعين الخطاب في قولنا جاءوك، انما الاعتبار هنا متعلق بالشخص القائم حتى بعد وفاته وهو الرسول. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ما قالش واستغفرت لهم ليه؟ لانه استغفرت يبقى يتعين به الشخص المخاطب، انما واستغفر لهم الرسول صفه الرساله قايمه ولا مش قايمه؟ قايمه. وهل تقوم الصفه مع انتفاء وجود الموصوف ولا الموصوف موجود؟ موجود. وانت لما بتزور النبي تقول السلام عليك ايه؟ يا محمد ولا يا رسول الله؟ يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله. انت بتناديه بالوصف القائم، خلاص يبقى واستغفر لهم الرسول في كل الحالات. استغفر لهم الرسول في كل ايه بقى الموضوع بقى التكمله دي اللي سالني واحد من فلسطين بيسال، بيقول بس الاستغاثه بيقول انا لما تستغيث بيه وهو بعيد يبقى شرك. الله، طب وهو قريب ما يبقاش شرك؟ ايه الميزان ده؟ ايه الوزن ده؟ انا عاوز بس افهم. انا لما اكون قدام القبر واستغيث بيه ما يبقاش شرك؟ ولما استغيث بيه وانا في اسكندريه يبقى شرك؟ ليه؟ انا لو طلبت من انسان عاجز ما يقدرش على شيء، لو جيت لي انسان عاجز وطلبت منه شيء ما يقدرش عليه، هل هذا يعتبر شركا ام يعتبر عدم تقدير للمسؤوليه او للامر ده؟ بس عدم تقدير. انما ليه ترميني بالشرك؟ هو انا لما سالته عن بعد اعتقدت فيه الالوهيه، ولما سالته عن قرب اعتقدت فيه الرساله؟ ما انا بناديه وانا هنا في اسكندريه وفي اقصى الدنيا كلها السلام عليك ايها النبي، وما فيش يا التي تفيد البعد. يقول السلام عليك يا ايها النبي، لا ايها النبي حاضر. ليه؟ لان اخواننا دول مش فاهمين ان الموت اللي حصل هو انخرام للحياه السابقه لا للحياه اللاحقه. الموت لما بيحصل ما بيقضيش على الحياه البرزخيه، بيقضي على الحياه القبليه اللي قبل الموت. انما هل لما الموت يجي يقضي على دي ودي يبقى لا حياه برزخيه ولا حياه دنيويه؟ لا، يبقى في حياه بس لها قانونها بقى، دي لها قانونها الخاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليله اسري بي بموسى بالكثيب الاحمر فوجدت موسى قائما يصلي في قبره. اللي بيصلي في قبره هل قادر على الصلاه ومش قادر ان يدعي ربنا؟ اما الصلاه دعاء برضك، الصلاه دعاء. يبقى احنا لو كنا بنستغيث وبنقول يا رسول الله سل الله لنا الفرج، احنا بنقول سل الله لنا الفرج، استغيث.
طب وبعدين الاستغاثة في حد ذاتها تجوز ولا ما تجوزش بين مخلوق؟ القرآن بيقول فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدو، فاستغاثه. والحكاية هنا ليست حكاية لفظية، في فرق بين انني بحكي كلامك وبين انني بحكي واقعة حصلت منك باسلوبي انا. القرآن بيقول فاستغاثه، يبقى استعمال كلمة استغاثه جاي من قبل الحق ولا ربنا بينقل كلام الشخص ده؟ جاي من قبل الحق، ربنا بيحكي حال حصل، مظبوط؟ حال حصل، بيقول فاستغاثه. السيدة هاجر لما كانت بتسعى بين الصفا والمروة بتبحث عن الماء سمعت صوت فعرفت ان في مكان، هي في حد موجود، فقالت اغث ان كان عندك غواث. بتقول لمين؟ اللي سمع صوته، مش بتقول لربنا. اغث ان كان عندك غواث. برضك هتقول لي ده ممكن في الحياة. طب وبعد الموت بيكون في حياة؟ ايه اللي اتغير؟ ده الحياة اللي بعد الموت ارقى من الحياة دي. ده بيقولوا ان الاولياء بيبقى لهم تصرف غريب او بعد الموت. ليه؟ لان تصرف الولي في وجوده كتصرف السيف في غمده، انما اذا مات تجرد من هذا القفص فيكون تصرفه اقوى. يبقى التصرف للروح. ابن القيم في كتاب الروح بيقول ان الروح الكاملة تهزم جيشا وحدها، وبعدين بيقول كروح ابي بكر الصديق. تهزم جيش؟ ممكن تهزم جيش. روح، هو بيقول جسد ولا انسان؟ ده بيقول روح. الروح لها تأثير عجيب. طيب انت بقى بتنكر انك تنادي من بعد. طب وعمر بن الخطاب لما وقف وقال يا سارية الجبل كان بينادي فين؟ عن قرب ولا عن بعد؟ وانت بتنادي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا عني أبلغته. يعني في ملائكة بتبلغني، في ملائكة بتبلغني. وقال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روح حتى أرد عليه السلام. مش رد عليه روحي بمعنى إنه بيردها وبعدين يقبضها ويقبضها، لا، لأن في تقدير هنا في رواية إلا وقد رد الله عليه روح. يعني ربنا رد عليه روحي من الأول علشان لما أي حد يجي يسلم عليه أبقى أرد عليه. إنما لم يكن الشأن فيه هكذا إن ربنا ينتزع روحه وبعدين يردها وينتزعها ويردها، لا، بل رد الله عليه. ما قالش إلا يرد الله علي أو يرد، لا، بل قال رد، أي رد من قبل روحي. ليه؟ علشان أرد على كل إنسان يجي يسلم علي، كل إنسان يجي يسلم علي أرد عليه السلام. هكذا هو صلى الله عليه وسلم. وكم من مرات والله توسلنا واستغثنا به عن بعد. وإن كان البعد متعينا في جهتنا فليس متعينا في جهته، فهو القريب منا. إن كنت أنا بعيد لكن هو مش بعيد. قربك من الحق أو قرب الحق منك ما تجعلوش مقياس لقربك منه. أما تقول الله أقرب إلي من حبل الوريد، هل ده يمثل أو مقياس لقربك منه؟ لا، ممكن تبقى أنت بعيد عنه وهو أقرب منك من حبل الوريد، أقرب إليك من حبل الوريد وأنت بعيد. مسألة مش واحدة. فإن كان البعد بالنسبة لي أنا مش شايفه كده متصوره، وده الحق قال له كده، لأن حضرة القدس أو حضرة الملكوت غير لما أقول إيه؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. واللي ربنا بيقول عليه النبي قال عليه، مش ربنا بيقول إنهم يرونه إيه؟ بعيدا ونراه إيه؟ كذلك النبي نفس الحكاية. بعثت أنا والساعة كهاتين. الصبعين دول لازقين في بعضهم. النبي شايفهم كده واحنا شايفين بون شاسع لسه بدري. احنا شايفين ان المسألة لسه بدري، انما النبي يقول كهاتين. هو هكذا لان ربنا طوى له الزمان والمكان باعتبار ان له فلكا خاصا. النبي له فلك خاص يدور فيه. خلي بالكم النبي لما قال ايه؟
اما كان بيصوم ويواصل في الصيام وما يفطرش ولا يتسحر ولا. وبعدين قال سبحانه، فحبوا يعملوا زي، قال لهم اني لست كهيئتكم. طب وليه ما قالش اني لست مثلكم؟ ده بيقول كهيئتكم. تعرف الهيئه؟ النهارده احنا بنسمي علم الفلك علم الهيئه، علم الفلك، والنبي خد اللفظ ده من الايه، او اللي خده في الحديث النبوي، ان الزمان قد استدار كهيئته. طب وليه استعمل الهيئه؟ لانه مرتبط بالاجرام والفلك، مرتبط بالفلك، الزمان مرتبط بالفلك، مظبوط. فلما يقول لست كهيئتكم اي ليس فلككم كفلك، انتوا لكم افلاك بتحكمكم، انما انا لي فلك تاني، ولذلك لم يعيني العروج مع وجود الموانع من الاجرام ومن الامور التي تعيق اي انسان. النبي عرج ازاي ومع وجود الحاجات دي؟ النبي اشار للقمر وانشق اتنين ازاي وخرج عن المسار بتاعه؟ ازاي الكلام ده الدنيا تتطربق. ولكن هو خلي بالكم من فلكه، حتى عروجه لما جاي يدخل له باب خاص في السماوات. عشان كده هما جبريل كان بينزل بالوحي على رسول الله دايما طالع نازل، هو في كل مره يقولوا له من الطريق ابدا. امتى قالوها؟ لما لقوا الخبط من باب النبي مش من بابه هو. مين اللي خبط ده؟ قال لهم انا جبريل. ما اكتفوش بكده، طب اهلا وسهلا اتفضل، لا، مين معاك؟ انت جاي لوحدك كده؟ مين معاك؟ قال لهم محمد. مرحبا به، فلا نعم المجيء جاء. خلي بالكم. يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بالفهم عنه، وأن يجعل أسبابنا موصولة به، موصولة بحبيبه صلى الله عليه وسلم، موصولة بأهل بيته وبالصالحين من عباده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.